فلو انت الامعاء بتاعتك مش مظبوطه، او انت ما بتاكلهاش اكل يحافظ عليها، او بتاكل اكل من بره كتير، بتاكل اكل فيه جلوتين او دهون كتير، بتاخد مضادات حيويه كتير عمال على بطال، زي ما احنا في الثقافه بتاعتنا اي حد بس يحس بشويه رشحه كده يروح ياخد مضاد حيوي، ده بيموت البكتيريا النافعه اللي في الجسم. آم، وده بيأثر كمان. والبكتيريا النافعه اللي في الامعاء دي هي المسؤول الاساسي عن انتاج السيروتونين. ده طبعا غير عدم ممارسة الرياضة، عدم النوم السليم. يعني احنا هنلاقي معظم الناس اللي حوالينا، كان زمان اهلنا يقولك ايه، نام بدري على الساعة 9، لا انا مش عايز انام بدري، لا انا مش عارف ايه. لقوا برضو في الدراسات بتاعة النوم ان افضل 3 ساعات البني ادم بيستفيد بيهم، ويمكن الساعة فيهم بتعادل 2 أو 3 في اي وقت تاني في اليوم، هما من الساعة 9 بالليل للساعة 12 بالليل. تخيل بقى، شوف انت مين فينا، انا وانت او الناس اللي حوالينا كلهم بيخش ينام الساعة 9؟ مش هتلاقي، يعني ممكن تلاقي واحد في 100، ولا واحد في كل 50. صح. مش هتلاقي الكلام ده. صح. آه وبالتالي بنفضل نسهر ولا نقعد نسكرول الموبايل ونقعد نتصفح الموبايلات بتاعتنا ولا حاجة، وبالتالي بتقعد تسهر، فبالتالي ده بيأثر أصلا على كمان على تركيزك وعلى صحتك. ده حقيقي. لو هنيجي نتكلم بقى على الشركة نفسها او جوه الشركات، هنلاقي ان في مؤخرا شركات كتير ابتدت تهتم بالصحة النفسية بتاعة الموظفين، من خلال ان هم بقوا بيعملوا flexible working hours، او عمل ساعات عمل مرنة، من خلال ان هم بقوا بيعملوا تدريبات كتيم بيلدينج، او تحسين الكوميونيكيشن بين الموظفين وبعض، او تطوير العلاقة بين بين الموظفين والمديرين الموظفين مثلا. والمديرين.